الدكتور عبد المنعم الفتوح معانا، وكان بيقول لي قبل الفاصل ردوا على السؤال بس طبعا مش هيقدر يقوله على الهواء. انا كنت سالته في مرشح وقال ان في مرشح اسمه، يعني مش هيقول اسمه، لكنه هو رجل مبارك في مرشحين لمنصب رئاسه الجمهوريه. فانا سالت الدكتور هو مرشح نفسه ليه؟ يعني مستند الى ايه؟ فقال لي بس في الفاصل حاجه انا ثانيه. بس هو اتصور هيقول ان هو بقى يمكن يكون عايش في وهم ان مبارك لسه موجود. يمكن اداء النظام بس هو العابر. مبارك ده ولا الخيال العلمي حتى، ده مشي خلاص ما ينفعش حتى ولا في الخيال العلمي. ما انا قصدي اقول الاداء المرتبك للسلطه العابره اغراب، ان مش لازم مبارك بجسده ولا باسمه، يعني في باسلوب ادائه يعني. فيمكن ده انت بتقول لي طب وهو معتمد على ايه؟ اما اصل كل مرشح بينزل معتمد، يعني انت معتمد على تاريخك. تاريخك يكفيك، يعني الناس تعرف مين هو عبد المنعم الفتوح فتقول ده يستحق يترشح لمنصب. ممكن ما تنجحش، يعني ربنا يوفقك. أيوة. طبعا، بس لكنك تستحق ان ترشح. أيوة. وفي غيرك من المرشحين، حمدين صباحي برضو عنده تاريخه الكفاحي اللي ممكن يرشح بيه نفسه عشان يبقى رئيس جمهوريه ومن في ناس حقه. على كل حال في انما يعني في واحد بينزل معتمد على تيار زي الاخوان المسلمين، في واحد بينزل معتمد على تيار زي السلفيين، يعني بتبقى في اسباب. لكن ال60 سنه اللي فاتوا والانتخابات اللي كانت بتعتمد على حاجات اخرى، ما خلاص ده انتهى. لا يعتمد عليها العالم الديمقراطي. فيبدو ان ما زال ناس لسه بيعيشوا هذا الجو. هو انت حتى اشرت الحكايه دي، انت قلت انك بتشم رائحه مؤامره على عمليه الانتخابات الرئاسيه. طبعا انا قلت ايه المؤامره دي؟ لا يعني انا حينما اجد ان عدم تحديد موعد حاسم، وده يحتاج لقرار اداري لان دي مساله اجرائيه. الانتخابات الرئاسيه حتى الان هم يدوا موعد لفتح باب الترشيح فقط. لا، ما هو ده كلام، ما فيش قرار. احنا عاوزين قرار رسمي لفتح باب الترشيح، ده مطلوب، وده مفروض البرلمان الجديد هو اللي يعمله بقى. دي مهمه بقى اذا كان مساله قانون، رغم ان دي مساله مش محتاجه قانون لان ده قرار اجرائي المفروض بيصدره رئيس الجمهوريه ومن يقوم بمقامه. ايوه يا دكتور، ما هو برضه ده حصل في امبارح لما سياده المشير طلع وقال احنا لغينا قانون الطوارئ. ده مش شغلته. مش شغله المشير خالص، دي شغله مجلس الشعب. لا، هو مش قانون الطوارئ، هو ما بيلغيش القانون، هو بيلغي حاله الطوارئ، لانه هو مفروض رئيس الجمهوريه هو الذي يعلن حاله الطوارئ بناء على موافقه مجلس الشعب. بناء على موافقه مجلس الشعب. مجلس الشعب يوافق او يرفض. فبالتالي هو بيلغي حاله الطوارئ. ازاي بناء على ايه؟ لا، من غير، هو الالغاء دي سلطته، مش محتاج رئيس الجمهوريه موافقه، لكن موافقه المجلس على الاعلان حاله الطوارئ بيعلنها وبياخد الموافقه. انت ستك عارف انها خلصت في 30/9. هي انتهت. انا بس بناقش إيه؟ انا بناقش جزئيه مين اللي يعلن ومين كذا. لكن حتى ما اعلن امبارح من المشير لا محل له من الاعراب اصلا، لان الطوارئ انتهت طبقا للاستفتاء الدستوري في 30/9. انا بعود تاني لموضوع الرئاسه وبقول عدم صدور معاد، وده اللي اغضب، احد اسباب غضب النهارده ومطالب الناس في جمعه اليوم واللقاء اليوم. ايوه اساسا تسليم السلطه، ان هو تسليم السلطه. محتاجين اعلان على الموعد. وانا ما زلت اقول انه يجب ان يفتح باب الترشح من الان، ويستكمل المرشحين اوراقهم حينما تنتهي انتخابات مجلس الشورى، لان بمقتضى الاستفتاء لازم المستندات لن يستطيع المرشح تتمضي من هنا ومن هنا الا بعد مجلس الشعب ومجلس الشورى. لانه لازم يحتاج ل 30، قد يحتاج ل 30، او ان يكون مرشحا لحزب له واحد، او يجيب توقيع 30,000 من المصوتين. ليه؟ لان انت لا يمكن تعمل انتخابات في شهر عمليا. متى نفتح باب؟ الناس المرشحين اللي باين انهم يتلقون تمويل من هنا او هناك لا يوجد عندهم مشكله، لكن الناس المرشحين اللي بيعتمد على تمويل على التبرعات، متى يفتح باب التبرعات؟ احنا لا نستطيع فتح باب تبرعات لان لا يوجد. في مرشحين حاليا بتجي لهم تبرعات منح. انا بشوف حجم انفاق من البعض يقول لازم بيجي له تمويل. منين بيجي له التمويل؟ انا ما اعرفش، دي المفروض سلطه الاجهزه. بس حجم التبرعات مش طبيعي، يعني لا يتناسب مع مكانه الرجل الماديه، مع مكانته الاجتماعيه او الماديه طبعا. يعني اتصور ان ده يوحي بان في حاجه، وبالتالي يتسد الباب ان يتفتح الباب الترشيح ولو استثنائيا هذه المره، لان دي اول مره نعمل فيها انتخابات من الان، حتى يستطيع من يريد الترشيح ان يترشح، ويستطيع ان يفتح باب التبرعات ويستكمل ويتعهد باستكمال مسوغات ترشيحه حينما ينتهي انتخابات مجلس الشورى. هو الدكتور بيتكلم على ان في قانون يطلع يسمح للمرشح ان هو يرشح نفسه دلوقتي، يقوم يسمح له بان هو يجيب تبرعات، يفتح حساب يجيب تبرعات، يستطيع يعمل دعايه، يستطيع ياخد التبرعات دي يستفيد بيها. انما لو قال لكم 15 ابريل
على ما تفتحوا الحساب وتفتحوا البتاع يبقى ناقص شهر على الانتخاب، يبقى ما يلحقش عامل يصرف دعايه في فلوس. شهر. ده حتى لو جاب فلوس، ده عشان تجيب فلوس محتاج لاعلان على وشغلانة. حساب، والحساب ده يجي له فلوس، ولما تيجي الفلوس تعمل بقى شغل. فمتى يحدث هذا اذا لم يفتح الان؟ وفي الدول المستقره صحيح احنا معذورين المره دي لان دي اول انتخابات، بس ممكن تعالج بقرار او بقانون استثنائي يفتح الباب من الان ويتقدم من يريد انت الترشيح. سيادتك بتتكلم عن عقبه امام المرشحين لرئاسه الجمهوريه. عقبه امام مرشحين لرئاسه الجمهوريه. طبعا ما كانتش امام ما حدش عايز يعني يتحرك. مفيش تجاوب اصلا. وده انت حضرتك بتتكلم بتقول ان انت بتقول بتشم ريحه مؤامره، لما يكون مفيش تجاوب جدي مع عمل انتخابات رئاسيه ومنها الفتح الباب الان ولو بشكل استثنائي، هنا الاعلان على المواعيد. ما الذي يمنع الاعلان على المواعيد الاجرائيه من الآن؟ هو انت حضرتك المجلس العسكري غضبان عليك؟ لا انت بتسالني هو انا رئيسه عشان تسالني لا. غضبان عليا؟ غضبان تسال عليك. المجلس. لا ما انت بتبقى عارف. لا ما انا اعرف منين؟ ما اعرفش يعني. يعني علاقتك بيه شكلها ايه؟ انا يعني الجماعه الاخواننا العسكر بالذات يعرفوا جيدا انني احترم، احمل لهم احترام وتقدير مفيش كلام. كمؤسسه كمؤسسة عسكريه كلنا. وطنيه. كلنا. وانا المؤسسات الوطنيه بعتبر في مصر اقدمها واكثرها مهنيا ووطنيه هي الجيش المصري. اما الاخوه قياده الجيش ده موضوع تاني. المجلس الاعلى انت حتى بتصنفهم دايما كده. وانا دايما اقول افرق بين المجلس العسكري كقياده للجيش ودي يلحق بالجيش من حيث التقدير والاحترام والود، ومدير للمرحله السياسيه، وده يبقى في محل خلاف في اداءاته واسلوبه وبطئه وسوء ادارته. كل ده انا قلته وبقوله، ويمكن كنت اول مره احذر في برنامج مع حضرتك يا استاذ محمود من 4 شهور. حصل لي الشرف صح ان انا حملت المجلس العسكري مسؤوليه ان يلحق بالثقه التي بين الجيش والشعب ان يكون سببا في تجريح هذه الثقه، وده اللي حصل. وهل جرحت بالفعل؟ 4 طبعا انا ارى انها جرحت حينما يكون هتاف الشعب في ثورته في 28 يناير الجيش والشعب ايد واحده. انا كنت اتمنى بكل صدق ان اسمع هذا الهتاف اليوم. لماذا لم يهتف الشعب المصري النهارده؟ كان الشعب المصري هو اللي خرج، لا الاخوان لا السلفيين لوحدهم ولا حاجه، ولا البلطجيه. الشعب المصري خرج. كنت اتمنى اسمع الهتاف ده اليوم ايضا. ما الذي غيب هذا الهتاف؟ هذا الجرح اللي انا حذرت منه من 5 شهور، سوء اداء احيانا. انا بقول ده ممكن يتعالج، وده واجب المجلس العسكري ان يعالج هذا. لان احنا لن نستغني ولن نرضى كشعب ولا جيش ان تكون علاقتنا علاقه احترام. طب اذا كنت ترى حضرتك ان ما حدث من المجلس العسكري من اخطاء وبطء وارتباك ويمكن علاجه، كيف يمكن علاجه؟ انا اتصور ان احد اهم اسباب علاجه ان يبتعد المجلس العسكري. انا بتكلم كلام لصالح مصر. انا لست وانا متقدم في هذا المكان خدمه لوطني، ولست مشغولا بان اوفق او لا اوفق، لان هظل في خدمه وطني، لكن اتمنى ان اوفق لان انا مش بعبث يعني. فاتمنى ان المجلس العسكري لا يكون طرفا في الانتخابات الرئاسيه. ما يشاع الان، وانا لا اقول ليست معلومات، لكن انا حبي وتقديري للمؤسسه العسكريه الوطنيه يجعلني حينما اسمع حتى ما يشاع عنها ان انا احذرهم وانصحهم كما نصحتهم من قبل، من باب الحب والتقدير والحرص، لانهم ما بيمثلوش نفسهم، بيمثلوا مؤسسه كلنا بنعزها ونقدرها وهي الجيش المصري. ان يكونون بعيدين عن انتخابات الرئاسه، وان يكون ليس لهم دور. الحقيقه اللواء ممدوح شاهين جبنا له مقطع بيقول كده مع منى شاذلي. ما هو ده من ضمن الحاجات التي تثير الريبه عندي انا شخصيا. انا مش هقول عند الاخرين عشان ابقى صادق في كلامي. مرتب من ايه؟ حينما يكون ايه اللي ممكن يحصل؟ في شهر فبراير الماضي يا استاذ محمود اذيع في لقاء 3 من قاده المجلس العسكري، منهم اخونا العزيز ممدوح شاهين الذي لم اشرف بلقائه لا هو ولا احد من اخوانه حتى الان. انا كنت يعلن لا هو ولا واحد منهم. دي غريبه جدا انك ما قابلتش ولا واحد من انا مش انا طبعا ولا لواء من 19 لواء. لا يوجد موقف مني، لكن يمكن عندهم هم موقف برضك ولا لا، ولا يعني ما حدش طلبك كنت اعتذرت؟ ولا فيش. لا لم يحدث، لكن لعلهم مشغولين باشياء. الجنزوري طلبك كنت رفضت؟ لا الجنزوري مش طلبني، انا طلبني ان انا اكون معه في نائب او كذا، وانا اعتذرت قلت له المهم يعني ده موضوع تاني. انا بالمره بدل ما بنتكلم على حد طلبك كنت رفضت، فنخلي حد طلبك برضه. ما حدش طلبك خالص. لا بنتكلم انا ممدوح شاهين. انا اعتز واظل عزيزا بحب الوطن وخدمه وطن. انا لا يعني انا اسعى لكل المصريين وخدمه لهم دون ان يطلبني احد. اذا كان في مصلحه اقدر اديها مش هتردد، ان دي مسائل
ما بقولهاش. طيب كنا بنتكلم على ممدوح شاهين. ففي الوقت اللي 3 من قادة المجلس العسكري في فبراير الماضي في لقاء مع الأستاذة منى الشاذلي مع منى يقولوا تفكيرهم في ترتيب الأمور اللي هو الاستفتاء أكد عليه بعد ذلك، وإن بيعملوا انتخابات مجلس الشعب والشورى ثم انتخابات رئاسية، وبنص كلامهم الثلاثة القادة العظام دول ان بعد الانتخابات الرئاسية في وجود رئيس ووجود يوضع الدستور ياخذ حتى سنة سنتين. كلام ممدوح اللي هو ممدوح شاهين مشكورا يعني قال ياخد سنة سنتين على راحته. ما هذا الكلام الجديد اللي بنسمعه النهارده منافي. الدستور هيتعمل في شهر ونص. لا منافي كمان للاستفتاء. الاستفتاء بيفرض هذا. ما عادش حد يستطيع ان يعبث بنتائج الاستفتاء رغم اختلافي معاها في وقتها، لكن خلاص اصبح استقرت وانتهينا. استقر وبيقضي هذا الاستفتاء، وكما قال المستشار القدير البشري ان انتخابات شعب شورى انتخابات رئيس، وفي وجود الرئيس المدني والمجلس الشعب والشورى هيختاروا بقى جمعية تأسيسية ويوضع الدستور. والدستور عشان يبقى دستور توافقي يحتاج لحوار مجتمعي ياخد 6 شهور ياخد زي ما ياخد. 100 واحد هيقعدوا ازاي يعملوها في شهر ونص؟ ما ده ألا يستدعي نفس المجلس الذي قال هذا وتم الاستفتاء على هذا، ومحاولات الآن حسيسة من المجلس وبعض القوى السياسية لتغيير كلامها. بعض القوى السياسية اللي قالت ان انا لا يمكن اتخلى عن الاستفتاء الدستوري، كان كل ما حد يهاوب ناحية الاستفتاء وكانوا محقين في هذا يقولوا في استفتاء دستوري حينما قال الناس قال لك الناس هي اللي قعدتنا بيه واحنا جينا بيه واحنا. حينما قيل البعض ومنهم الدكتور البرادي قال الدستور اولا، قالوا له لا ده الاستفتاء حط خارطة الطريق وده كان صح ان كذا وكذا وكذا وكذا. الان في محاولات للالتفاف حول الاستفتاء بان نقول نعمل دستور وبعدين رئاسة. هذا التفاف حول. لا اتمنى ان الاخوة المجلس العسكري يتجاوب مع هذا ولا البرلمان بقى دلوقتي، وده يستطيع البرلمان واجبه ان يترجم الدستور الى مشاريع قانون وقوانين، وده واجب البرلمان. ما يقفش يتفرج ولا يساهم في اي محاولات للالتفاف حول الاراده الشعبيه. وليعلم الاخوة في البرلمان وانا عندي ثقة في وطنيتهم واخلاصهم اجمالا ان الشعب المصري بعد ما انتخبهم هو نفسه الذي انتخبهم يستطيع ان يسقطهم او يسقط رئيس الدولة حتى المنتخب بس أنا اذا خرج عن اهدافه. انا عندي تخوفات من البرلمان ممكن يعني يحصل ما بينه وما بين المجلس نوع من انواع الغزل الجميل يعني. نتمنى ان الغزل الجميل أنا لو مش عايز احدد قوة معينة يكون غزلا عفيفا وحلالا. لا مش هيبقى عفيف. لكن هو الخطورة في الغزل الحرام، وهو ده لا ارضاه ليهم ولا دينهم ولا قيمهم ترضى لهم ان يكون غزلا حراما، ولا اتصور انهم ان شاء الله لا يقعوا في هذا، لا هم ولا المجلس العسكري، لان حريص انا على اخواني في المجلس العسكري الا يقعوا في الغزل بس الحرام. بس انت سيادتك لاحظت ان الفترة الأخيرة في الشهور الأخيرة اللي فاتت 3-4 شهور الأخيرة في أشياء كتيرة غزل حصل بين قوة وقوة وطيارات ودول تقوم مع دول ودول عملوا مع دول ودول دخلوا يعني انا مش مستغرب يعني هذا على مستوى القوة ان الاحزاب ده كله حرام، ده كله غزل حرام. لا يعني على مستوى الاحزاب ان الاحزاب تقعد وتتفق وتعمل هذا هذه العملية الديمقراطية، لكن ان يكون احد الاطراف ده، وهذا ما اباعد عنه المجلس العسكري، ان يكون المجلس العسكري ان يكون طرفا في مثل هذا النوع من العمل. وكما هو اعلن ارجو ان يلتزم باعلانه انني اقف على نفس المسافه من كل القوى السياسيه ومن كل مرشح الرئاسه. طيب ارجو ان ينفذ هذا. الذي يقف على نفس المسافه من كل التيارات لا يتلاعب بالاعلان الدستوري. نعم انا عشان كده بقول ارجو يتلاعب ليه؟ ارجو ان يلتزم بهذا ولا يتصور. انت حتى ليك تصريح سيادتك قلت انه انا مش ما عنديش شك ابدا ان الجيش هيمشي، حتى لو هو كان عايز يقعد هيمشي برضه، لان الشعب لا يريد. انا الهتاف اللي كان يملأ ميادين مصر النهارده، الهتاف اللي كان يملأ ميادين مصر وهو يسقط حكم العسكر، هذا الهتاف يجب ان يستقبله المجلس العسكري والجيش المصري العظيم اللي بنعتز بيه، بان ده مش هتاف ضد الجيش المصري، ليس ضد الجيش اطلاقا ولا ضد اشخاص المجلس العسكري، لان هم ناس وطنيين طبعا ولهم تاريخ في النضال الوطني، لكن يجب ان يستقبلوه باعتزاز، وهو ان الشعب المصري المتحضر ده مش ممكن ان يسمح لقيادة عسكرية تقوده، هو عاوز قيادة منتخبة، قيادة مدنية. احنا قاعدين نتخانق على مدنية الدولة ونقول لازم دولتنا تبقى وهي مدنية كانت ويجب ان تصل، وبالتالي يجب ان نستخدم هذا الهتاف بتقدير
بتقدير بمعنى يستقبله بإدراك وبوعي. طب هيبقى سؤال يا دكتور، هل هو هيستقبله بوعي؟ يعني هل المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيستقبل ده بوعي؟ ثم لو كنت حضرتك مكان يعني السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما القرار الذي كنت تتخذه مساء اليوم؟ بس هنعمل فاصل. هنعمل فاصل. اتفضل. ممكن؟ اتفضل. لا اتفضل.